نظف صدرك منها كحكح كحكح. لن تفلح معها أبدا، لن تفلح لن تفلح. تتسلل تخدع بمهارة ولها أضرار غدارة، سم يقتل من يأخذه من ينكر شر السيجارة. تسرق أموالا من جيبك والصحة تهرب من جسمك، ويعافك بعض من صحبك من ينكر شر السيجارة. أسعن كحكح. هيا أطفئها واهجرها صحصح. يكفيك شرها، يكفيك شرها، يكفيك شرها، يكفيك. رجولة فارغة. كنت سعيدا جدا بانتصاراتي في فئة الشباب، وأنتظر فوزي في آخر مباراة لأدخل فئة الرجال. وعلى الرغم من كل هذه الانتصارات كنت أتوق شوقا لأصبح رجلا. لفت انتباهي هذا الإعلان، وقررت أن أتبع هذا الشكل لأختصر مراحل الزمن وأبدو رجلا وقورا بأسرع وقت ممكن. وبدأت التدخين قبل المباراة ب15 يوما. وكانت خسارتي الأولى. وبعد مضي 6 أشهر على خسارتي أمام صديقي حسان، وبما أنني أتمتع بالأخلاق الرياضية لم أتذكر الخسارة، لكنني تذكرت أننا قضينا أوقاتا سعيدة في المدرسة. حسان، كيف حالك؟ أهلا يا عم، هل تعرفني؟ ألم تعرفني؟ أنا سعيد. سعيد، ما الذي جرى لك؟ كبرت كثيرا. هذه حال الدنيا. 6 أشهر يا صديقي، وكأنها 10 سنين. تخيل أنه لم يعرفني. كنت طواقا لأصبح رجلا فأصبحت كهلا. حتى والدتي لم تفهمني، فهي غاضبة علي لأنني لم أعد أزورها، والسبب في ذلك الدرج، فهي تسكن في الطابق الخامس ولم تعد عندي المقدرة على صعود الأدراج. وزوجتي تنزعج من وجودي مع دخاني في المنزل، فأضطر للخروج إلى الحديقة. لقد أصبحت وحيدا. هذه قصتي مع التدخين أيها الطبيب. يا عم حتى أنت تقول لي يا عم؟ أنا أصغر منك سنا يا أخي. حسنا يا أخي، المهم أن صورة الأشعة لرئتيك غير كافية، يجب أن نأخذ خزعة. كنت أعتقد أن التدخين سوف يضفي علي مظهرا رجوليا، لكنه قادني إلى كهولة مبكرة. الرجولة قول وعمل، فأي قول وأي عمل في النيكوتين. مع تحيات الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين بمنطقة المدينة المنورة. أسعن نظف صدرك منها كحكح كحكح. لن تفلح معها أبدا، لن تفلح لن تفلح. تتسلل تخدع بمهارة ولها أضرار غدارة، سم يقتل من يأخذه من ينكر شر السيجارة. تسرق أموالا من جيبك والصحة تهرب من جسمك، ويعافك بعض من صحبك من ينكر شر السيجارة. أسعن كحكح. هيا أطفئها واهجرها صحصح. يكفيك شرها، يكفيك شرها، يكفيك شرها، يكفيك. الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين بمنطقة المدينة المنورة. الجمعية الخيرية للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمنطقة مكة المكرمة.